السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ما تنسوش تصلوا على النبي في بداية الفيديو. هنبدأ النهاردة بالوصية التامنة. الوصية التامنة بتتكلم عن ايه يا مريم؟ الوصية التامنة بتتكلم عن فضل صلاة التسابيح. ايه صلاة التسابيح؟ ايوه، في صلاة اسمها صلاة التسابيح احنا غافلين عنها. في ناس هتقولي دي في ناس ضعفتها، دي حقيقة. في ناس قالت ان الحديث بتاعها ضعيف، منهم ابن تيمية. وفي ناس قالت لشذوذه لفرديته، ان هو فردي يعني غير مروي عن اكتر من صحابي. فلكن في نص للصلاة، وفي ناس بتصليها، في ناس اجازتها، وفي ناس قالت ان هي ضعيفة. تمام. ايه هي صلاة التسابيح؟ الناس اللي ضعفتها وان هي شذوذها لمخالفتها عن باقي الصلوات، لمخالفة هيئتها، هيئة الصلاة نفسها عن باقي الصلوات. لكن في ناس بتصليها، في ناس بتصليها ليها فضل، ليها فضل. تعال نشوف. عن عكرمة بن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب صلى الله عليه: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل بك 10 خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك. وإحنا كمان عايزين: أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات، أن تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، قصيرة طويلة حسب مقدرتكم. فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل بعد الله أكبر وانت بتقرأ، خلصت بقى السورة التانية، هتعمل ايه؟ من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. كم مرة؟ 15 مرة. ازاي يعني؟ ازاي؟ بعد الله أكبر قرأنا الفاتحة وقرأنا سورة قصيرة أو طويلة أيا كان عدد الآيات اللي قرأتها، وانا كده بعد ما خلصت قراءة هعمل ايه؟ سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر. كم مرة؟ 15 مرة وانا واقف. تمام. تمام. ثم وانت واقف من القراءة في أوراقها فقلنا وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة. ثم تركع: الله أكبر وأنا راكع، فتقولها وأنت راكع 10: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات وأنا راكع. ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10. بعد ما رجعت من الركوع: سمع الله لمن حمده. هقولها كم مرة؟ هقولها 10 مرات. ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد، وأنت ساجد كده وراسك في الأرض. هتقولها كم مرة؟ هتقولها 10. ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين، هتقولها 10. ثم تسجد مرة تانية السجدة التانية، فهتقولها كم مرة؟ هتقولها 10. ثم ترفع رأسك فتقولها 10. الرفعة التانية دي اللي هي قبل ما انت هتقوم عشان الركعة التانية. فذلك 75 مرة. 75 مرة، في كل مرة هتقول فيهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تفعل ذلك في 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي الأسبوع مرة اللي هي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك كله افعلها مرة. تمام. بتعمل ايه صلاة التسابيح؟ بتعمل 10 حاجات عظيمة. ايه هي 10 حاجات عظيمة؟ بتمحو الذنوب والخطايا، عمد، جهل، صغيرة كبيرة، سر، علانية. فدي فضل صلاة التسابيح. تمام. لو كل جمعة مرة تمام، لو مرة في عمرك افعلها. تمام. بيقول لي ضعف بعض العلماء طرق حديث صلاة التسابيح وحديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن لأنه شاذ لشدة الفردية فيه. قلنا شدة الفردية فيه إن هو غير مروي عن أكتر من صحابي، ومخالفة هيئته لهيئة باقي الصلوات، لأن احنا باقي الصلوات بتاعتنا بنصليها بالشكل المعتاد، لكن صلاة التسابيح مختلفة في الهيئة بتاعتها، لأن احنا مش بنسبح ونكبر ونهلل 75 مرة في كل ركعة. وقد ضعفها ابن تيمية وتوقف الذهبي. قال أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس: صلاة التسابيح أشهر الصلوات وأصحها إسنادا.
قلنا إن في جزء منهم ضعفها وفي لشذوذ فرديتها، وفي جزء منهم قال إن هي صحيحة بالإسناد. وقال البيهقي: كان عبد الله بن المبارك يصليها وتداولها الصالحون بعضهم عن بعض، وفي ذلك تقوية للحديث. وقال ابن عبد العزيز ابن أبي داود وهو أقدم من ابن المبارك: من أراد الجنة فعليه بصلاة التسابيح. وحص على استحبابها من الشافعي أبو حامد والحويني والغزالي وغيرهم. ليه؟ لأن هي ما فيهاش مخالفة.